السلام عليكم احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الايام المفترجه دي عامله لكم طاجن رز معمر كده على مزاجكم، واكله من اكلات امهاتنا بتاعت زمان، حمص بالبيض. هيعجبكم جدا. في الاول بجيب كميه بصل كتير كده، هي اللي بتدي الطعم. اشوحه في زيت وزبده واحط عليهم ملح وفلفل. ادبل البصل جامد لحد ما يطلع طعمه وريحته. انزل بالطماطم المضروبه في الخلاط طبعا. اسيبهم يتسبكوا شويه بقى، وهما بيتسبكوا بكون سلقه حمص طبيخ على جنب حوالي 70% كده، وانزل بيه على التسبيكه عشان ياخد من طعم الصلصه والبصل. بغطيهم واسيبهم على جنب كده، مثلا حوالي 5 دقايق. بدخل على الرز المعمر ده، رز مغسول. بحط عليه الملح واقلبه كويس جدا. طبعا رز معمر يعني قشطه، معلقتين 3 كده كبار قشطه، واقلبه في بعضه كده يتغلف الرز كويس قوي بالقشطه، هو ده اللي بيدي الطعم بصراحه. معلقتين زيت عشان يفلفل معايا كده. اللبن بيكون مغلي، انزل باللبن. بزود كوبايه ميه بس واحده، عشان برضو بتساعد على ان الرز يبقى مفلفل. في الاخر بقى مكعبات الزبده دي، طبعا هو رز معمر يعني زبده وقشطه. بدخله الفرن، وطبعا هتشوفوه في النهايه بقى. برجع للتسبيكه بتاعتي، بحطها في الطاجن اللي انا هدخله الفرن، واكسر البيض زي ما انتم شايفين كده واوزعه. برضو بدخله الفرن. بيطلع الرز المعمر جميل كده ويستاهل بقكم. وده الطاجن الحمص بالبيض اللي بقول لكم عليه، جربوه مش هتندموا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ولو اول مره تشوفوني، انا الشيف ميمي.